على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، غريب يا مظلوم كربلاء. لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم والمنكرين لفضلكم. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وأخوته آيات للسائلين. يعتبر التاريخ مرآة عاكسة لحياة البشر، ولذلك نحن أمرنا بمتابعة سير الماضين. القرآن الكريم يأخذ بأعناقنا لقراءة تاريخ الأمم السابقة. هسه قد البعض يعتبر القصة لقتل الفراغ، لملء الفراغ الموجود، يقعد في مجلس في ديوانية يتجاذب أطراف الحديث مع الحضور حتى يخلص من هذا الوقت القاتل أو الفراغ القاتل. بينما القرآن الكريم لا، يهدف أسلوب من أساليب التربية يستهدفه من خلال القصة، لأنه أنا معني بسير الماضين، الاطلاع عليها حتى أستفيد من كل العوامل اللي حصلت حتى لا أقع بالمماثل. يعني مثلا تسمع القرآن الكريم يقول ألم أعهد إليكم يا بني آدم، وليش يقول مرة يقول يا أيها الرسل، مرة يا أيها الناس. تدريد القرآن الكريم كل كلمة لها مدلولها. فعندما يقول ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، أنك مقتضى القاعدة صاحب تجربة مع الشيطان، لأنك ابن آدم. ويذكرني بأبوي شنو اللي سوى مع الشيطان وأخرج من الجنة هو وحواء، وصار اللي حصل وطرد بسبب ضعفه أو استجابته لنداء الشيطان، لنداء الغريزة، خلينا نسميها شو نسميها، وترك الأولى اللي يسموه ترك الأولى بالنسبة للأنبياء. فالقرآن الكريم يقول لي من باب أولى أنك أنت بعد تصير حذر من الشيطان، لأنك صاحب تجربة، والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. يعني شلون هذا الغراب؟ فاليوم ابنه قال له، الغراب يقول للابنه، قال له بابا إذا شفت ابن آدم اشرد، بس تشوفه يدنك للقاع لأنه أكيد راح يشيل حجارة. الولد قال له لا والله يا أبويا أنا من أشوف ابن آدم أشرد قبل لا يدنك. قال له ليش؟ قال له يجوز حجارته بعبه. كل الواحد يختزن التجربة، يعني يستفيد من عندها. ولذلك القرآن الكريم أعطى مساحة واسعة لهالمضامين في سياق الآيات القرآنية الكريمة. هنا القرآن الكريم يقول لقد كان في يوسف وأخوته آيات للسائلين، عبر، عظة، تربية، مداليل واسعة. النقطة الأولى، هسه قد إن شاء الله نتواصل مع هذه في أكثر من ليلة. النقطة الأولى اللي يأخذها الإنسان من خلال استقراء لهذه الحادثة أن بدايتها ابتلاء. ليش ابتلاء؟ لأن الإنسان عادة يبتلى، هذا شيء من المسلمات. أكو سنن كونية ثابتة، خليها ببالك، سنن كونية ثابتة. سنن من السنن الثابتة مثلا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من شياطين الإنس والجن. خلاص قرار، كل نبي ما تلقي لك نبي الأمة كلها تصفق له وتقول له أهلا وسهلا، لازم أكو فراعنة يشتغلون ضده. هذا قرار يسموها سنة ثابتة.
فمن السنن الثابتة مسألة الابتلاء، أن الإنسان يكون يبتلى. القرآن الكريم يقرر: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج ليش؟ نبتليه ولنبلونكم بشيء من الخير ونبلوكم بالشر والخير، وتأخذ أكثر من مساحة: واتقوا فتنة لا تصيبن أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. يعني امتحان. هسه الامتحان مرة مال واحد للدكتوراه ومرة مال واحد بالأمية وهم ينجح. يعني شلون؟ لأن مرة يصير للأولياء، مرة يصير للمؤمن، مرة يصير للفاسق. الكل يبتلى، بس كل ابتلاء له أسبابه. الولي يبتلى حتى يطي منزله، المؤمن خوش آدمي مثل جنابك على طريق سليم، عقيدته سليمة، معافاة، لكن خمك واحد معصوم. الإنسان مرات يوقع بعض الهنات، الله تبارك وتعالى يوعده بالتكفير، يقول له: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. يصير التكفير عن طريق الابتلاءات. أو مرة للفساق لا والله تأديب، قد يأتي مو بس تأديب، استئصال: لا تذر على الأرض من الكافرين قلع بالمرة نستجير بالله. لأنه إذا استشرى ظلم بعد الله خمو يقعد يتفرج، يعني لازم يتخذ الموقف المناسب بانتشال حتى لا يأثر على عقائد الناس. أحيانا مسألة الابتلاء وين تكمن؟ الابتلاء مو دائما يصير ولذلك انت شوف احنا عبالنا الابتلاء من يتمرض الواحد يبتلى، او يبتلى بفقر، او يبتلى بحاكم جائر. المشكلة اكو ابتلاء بنعمة اللي ما يشعر بيها تتحول استدراج له. شلون الطعم؟ يقول له دبل الطير طعم حتى تصيده، لأن الله تبارك وتعالى يسحب عنا الألطاف الإلهية. نعمة تكثر عنده حيل، يتبادر بعض الناس لأذهانها أنه مقبول عند الله، وإلا كان الله ما يعطيها الكثر. بينما الحوراء زينب سلام الله عليها تلفت نظر يزيد: أظننت يا يزيد حين أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نساق كما تساق الأسارى أن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة؟ يعني أنت من الله مطيك هالكثر، مسويك وزير، مسويك عضو مجلس البرلمان، مسويك ما أدري شنو بالمنصب الفلاني، مطيك فد مليارات، يعني أنت خوش آدمي أن بك على الله كرامة وبنا عليه احنا هينين على الله تبارك وتعالى. فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جدلان مسرور حين رأيت الدنيا لك متسقة والأمور لك مستوسقة، وحين صفى لك ملكنا وسلطاننا فمهلا مهلا لا تطش. يعني زينب سلام الله عليها العالمة غير معلمة والفهمة غير مفهمة تريد أن تقول أن من يغر بالظواهر المادية الدنيوية ويعتبرها دلالة وعلامة على رضا الله تبارك وتعالى فهو من الجهلاء. فلا تطش جهلا أنسيت قول الله ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب. احنا نطيه استدرجه خليه يوقع على وجهه بعد حتى ما يرجع. يظهر اكو احيانا عملية استدراج بالنعم. فاحنا قلنا ان الابتلاء مو فقط للناس المذنبين او الناس العصاة، حتى للاولياء. يعقوب نبي من الانبياء. ابو حمزة يقول انا مريت بالمدينة بالامام السجاد سلام الله عليه وصليت مع صلاة يوم الجمعة بالمسجد ودعاني لبيته، فمن رحنا للبيت نادى على احدى جواريه جاريته خادمة قالها اليوم جمعة اياكم ان يعبر على بابي سائل ولا تطعموا انه يوم جمعة واخشى ان يصيبكم ما اصاب ال يعقوب. قلت له سيدي شنو الموضوع؟ قال لي الموضوع هو كالآتي: أن يعقوب صاحب نعمة، صاحب جاه، صاحب أموال، أولاد كثر، عنده طريقة أن في يوم من الأيام أولاده يجتمعون كلهم. شلون إحنا هسه الله يحمي عوائلكم وأسركم، أحيانا بعض العوائل عندهم يوم بالأسبوع يجتمعون، البنات يجن والأولاد وشي ويصير جمعة العائلة، فيسوي لهم عشاء، يسوي لهم غداء. سوى لهم غداء شواء
ورائحة الشواء طلعت برا. اكو واحد فقير جوعان ما ماكل يومين ثلاث، اجى استطعمهم ما خذوا بالهم، مشغولين بشي بعلاقات بسلام، ما خذوا بالهم، ما حد اطاع. هذه مشكلة، لولا الخبز لما عبد الله، كاد الفقر ان يكون كفرا. كل شيء ولا المعدة تفرغ. ابراهيم الخليل سلام الله عليه يقولون عنه كان ما يعرف ياكل وجبة طعام بدون ضيف. اكو نفس كريمة. فيوم من الايام قدمت له المرأة افرض طعام، ماكو خطار، قالها ما اكل. طلع بالشارع يوقف، لزم الجادة، ماكو واحد مار، شاف له رجل قال له تعال، مو جوعان؟ قال له صار 3 أيام ما ماكل. قال تفضل. جابه من خلاه على السفرة، قال له يلا سمي، مثل ما تقول بسم الله. مو كل امر ذي بال لا يفتتح ببسم الله الرحمن الرحيم فهو ابتر. احد يهذب نفسه، يركب طيارة، يركب سيارة، يريد ياكل، يريد ينام، كن يبتدئ ببسم الله الرحمن الرحيم. الحديث ترى كل امر ذي بال لا يفتتح ببسم الله الرحمن الرحيم فهو ابتر. قال له قل بسم الله. قال له شنو بسم الله؟ انا رجال ملحد. الله شنو؟ قال انت كافر؟ قال له بلي. قال له ما اعطيك زقوم، اعطيك شنو تاكل انت؟ تاكل. قال له انا مو بحالك ولا اغير عقيدتي ولا ابدا. عاف الطعام وقام. عمي والله زين، يعني هسه اكو ناس بس تعطيه $1 قصر ثوبه وصح انا منهم. هسه ما تقول لي شنو القضيه، مو الرازق حي والله موجود وشي، بس هو اكو واحد عقيدته تصير رخيصه عليه سهله. طلع اوحى الله تبارك وتعالى اليه، قال له يا ابراهيم انا ارزقه وهو على كفره 50 عام، عمره يظهر رجل 50 سنه. فقال له 50 عام انا ارزقه وهو على كفره، مشيت اعطي لقمه خبز خليه ياكل، يسلم ما يسلم يطب الطوب. احنا شو سبحان الله بحال واحد. رجع طلع لابراهيم جابه، قال له شو القضيه هسه طردتني؟ قال له والله انا لو وراي شمه هوا ما اعطيك، بس شو اسوي؟ الله رحيم. قال له هم الرجل يتاثر، قال له اشهد ان لا اله الا الله وانك نبي الله. لا زال اكو هيك نعمه واكو هيك رحمه واكو هيك تودد واكو هيك لطف، اذا هذا الرب يستحق ان يعبد. فالمهم مساله الاطعام مشكل. فيقول له الامام السجاد سلام الله عليه من مر عليهم وما خذوا، اوحى الله تبارك وتعالى ان استعدوا للبلاء يا آل يعقوب. ولذلك الواحد كلش ياخذ باله من السائل. هسه حتى اذا ما تريد تعطيه، لكن قول معروف ومغفرة، مو يقول خير من صدقة يتبعها أذى. حتى إذا ما أعطيته اصرفه بإنسانية. أنا أدري أكو دجالين، أكو ناس اتخذوها مهنة، أكو ناس يجوز أنت اللي يطلب من عندك ما عنده قوت سنة وهو عنده قوت 10 سنين. أكو يجي فخرة ترى مكوشين، بس بعد امتهنها مهنة. ترى هي مقطرة حياة، إذا راحت يبدي الإنسان يمتهدها مهنة. مثل ذاك اللي فرد يوم يحجون أهل العقل، يقال في يوم من الأيام صارت قضية ما بين اثنين، وإجوا شلون جاها مشي، قال له فصل شيء، قال له ما أريد فصل ولا أريد شيء، شرطي واحد أن هذا الرجل الوقور المحترم يبقى 3 أيام يجدي، يقعد بالشارع يتسول، بس هذا شرطي عليه. قال هذا سهلة، بدل ما أعطي 10,000 دينار أو 15,000 دينار أقعد لي 3 أيام باب المسجد ومن صلي الوادم أجد. صدق هذا قعد 3 أيام بعد ما بطل. شافه خوش شغلة، لا بيها تعب لا بيها عناء لا بيها شيء. فأكو ناس ترى ما أخذتها مهنة، لكن المشكل إذا دخل المستحق، إذا صدق السائل هلك المسؤول. فأقل تقدير أنك تصرفه بإنسانية، قول معروف، مغفرة، لا تتهكم عليه، لا تكلمه بكلام نابي. فالإمام السجاد سلام الله عليه يقول له لأبي حمزة، يقول له بدأ من هنا ابتلاء يعقوب، استعدوا للبلاء يا آل يعقوب. شو وقت بدأ الابتلاء؟ بدأ الابتلاء ترى هذا اليوم اللي تقول عنه الروايات يوم الجمعة هو نفس اليوم الذي رأى فيه يوسف المنام. طيب هسه يوسف أولا شاف منام. المنام شنو؟ المنامات يقولون عنها أهل الحكمة أهل الاختصاص 3.
منام بشرى من الله تبارك وتعالى، ومنام تحزين من الشيطان، ومنام انطباع لما يعيشه الإنسان أو يتركز عليه الفكر من خلال الحياة اليومية. بس هذا اللي دائما فرويد يقول لا، أصلا هي كلها المنامات انطباع لما يعيش الإنسان أو يتمنى أو يتركز فكرة عليه يشوفه بالمنام. لا هي مو هالشكل، يعني صح رجل عالم لكن مو هكذا، لأن هناك منامات تحققت فعلا فيها بشرة من الله تبارك وتعالى. مثلا منام يوسف نفسه موضوع البحث هو تحقق. منام السجناء اللي وياه اثنين، واحد يحمل خبز تأكل الطير من الخبز، قال له أنت تصلب، وفعلا صلب. ذاك تطلق، وفعلا أطلق واشتغل عند الحاكم. رؤيا الملك نفسه بالبقرات العجاف والسنين العجاف اللي مرت تحققت كما أولها يوسف سلام الله عليه. إبراهيم الخليل عليه السلام. بس احنا هواية اكو ناس يناقشونا أنكم كيف تقولون أن آل البيت عندهم علم غيبي؟ نعم عندهم علم غيبي. ليش عندهم علم غيبي؟ احنا الحمد لله عقيدتنا نظيفة، عقيدة طاهرة، عقيدة ما يشوبها شيء من الشرك. لكن هاي الشبهات والضبابية اللي يثيروها الأعداء أحيانا تنطلي على بعض الناس القاصرين نظر، اللي ما عندهم فكر بعيد، اللي ما متحصنين فكريا. وإلا نحن لا نقول أن المعصوم يعلم الغيب لذاته. بس لو يسألك واحد يعلم الغيب لذاته لو بطريقة كسبية من الله، ماكو واحد عندنا اليوم يحترم عقله ويقول أن علي بن أبي طالب يعلم الغيب لذاته. هذا أصبح شرك إذا بطريقة مستقلة. لكن إذا كان عن طريق الله تبارك وتعالى أكو طرق لو ماكو طرق. يعني انقطع الوحي بموت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني انقطع الوحي بموت رسول الله، يعني جبرائيل بعد ما نزل برسالة، لأن نبينا محمد هو الخاتم صلى الله عليه وآله. نصلي عليه. لكن أن ما تتنزل ملائكة مثلا من تقرأ سورة القدر، مو قلت عليه من تنزل ملائكة والروح؟ إذا ماكو أحد يعني أكيد أكو امتداد طبيعي ما بين السماء والأرض. بعدين أنا وياك نفسنا نقدر، بس ما احنا مو قادرين على كبح جماح. القرآن الكريم شو يقول؟ بالله اسمعها: الذين آمنوا ثم استقاموا. شنو النتيجة؟ تتنزل عليهم الملائكة. طيب يعني أنا وياك هسه لو نصير مو آمنا احنا، بس أنا جعفر خلا أصير آدمي وأستقيم، بس هي الاستقامة شلون يعني؟ هسه يقدر واحد يقول أنا طالع من الحسينية وراح أستقيم وباكر يجي مستقيم؟ ما يلحق، ما يقدر. ضجيج المادة هذا الصخب المحيط به، يعني أقل تقدير يريد كلش يستقيم، هم يوصل يجي ضيف أو ببيته يخابر على خدمة توصيل يجيبوا له أكل الطعام، ممكن بها شبهة، بها ذبح مو مضبوط، بها ذبح بدون بسملة. صحيح بلد إسلامي بس به هواية مشاكل ومطبات، طبت الشبهة راحت الاستقامة. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يسأل أصعب آية يقول أصعب آية نزلت وأثقل آية علي استقم كما أمرت. مو سهل إنسان يستقيم، وإلا الله يقول يطيع. الله إذا وعد وفى وما يخلف الميعاد. قال الذين آمنوا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. ولذلك واحد يقول لي الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول له سيدي أنا من طبعي ببيتي طعامي ما أكل عند الناس، لأنه عندي مشكلة بالمعدة ويصير عندي إجهاد ويصير عندي نزف وشي وقرحة عندي تألمني، بس أنا عندكم آكل بلا قيود لأنه أنا ما. فأنتوا شلون تطبخون يعني الخادمة شلون ترتب طعامكم حتى أعرف يعني؟ قال له أنت تأكل من طعام قوم تصافحهم الملائكة على فرشهم. شايف؟ ليش؟ لأنه استقام. فإذا استقام الله يقول تتنزل عليهم الملائكة. هذه نقطة. النقطة الثانية هناك إيحاء بالمنام. وأوحينا إلى أم موسى. الله شلون أوحى لأم موسى؟ نايمة شافت بالمنام الله سبحانه وتعالى وصل لها فكرة كيف تضع موسى
بهذا التابوت الخشب وتلقيه في البحر وطها ضمان إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. تحققت لو ما تحققت؟ إبراهيم الخليل سلام الله عليه نفسه مشروع ضخم، مو مشروع الحج هذا الآن اللي نعيشه إلى يومنا، هذا مو مشروع إبراهيم، هذا مشروع الضخم لإبراهيم صار على شنو؟ على منام. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من إني أرى في المنام. وشاف منام ورتب عليه أثر. إذن بشرى من الرحمن، مو كل المنامات أضغاث أحلام. النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى منامات كثر وتحققت. ومن هذا القرآن الكريم يقول ترى هذا المنام اللي شوفناك إياه ما هو إلا فتنة. بعدين والشجرة الملعونة في القرآن تنزو قردة تنزو على منبره، قعد ضايج أكيد يعني نتيجة الأتعاب، نتيجة هذه الجهود، وإذا بقردة وخنازير ينزون على منبر النبي صلى الله عليه وآله. وبالتالي تحققت هذه النبوءة وهذا المنام عندما انتزع بنو أمية على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله، ومنهم من هو أقذر من الخنزير بل يتبرأ منه الخنزير. تعرف دولة هم يسموه خليفة، مرتبين وضع بديكور. تدري شو يسوي؟ بالكعبة الشريفة الخليفة جاي للحج، بعد هذا الحج انقبل إن شاء الله، يعني هذا الحجاج اللي حاجوا الخليفة وياهم، بالكعبة الشريفة يستدعي الشاعر اسمعني غناء شعر لطيف. بالكعبة الواد متدعي تتوسل إلى الله. تدري شو يقول له الشاعر؟ يقول له لقد رأيت صبيحة النحر حورا نفين عزيمة الصبر. يمكن ما وصلت الفكرة. صبيحة النحر يعني الصبح يوم الذبح مو يوم 10. أنا رأيت صبيحة النحر، شفت شابات ونساء ما ظل عندي صبر. يقول له ابن هذا أنت جاي تتغزل بالنساء لو جاي لله تبارك وتعالى بأيام التشريق بأيام العبادة؟ أرجوك هذا شنو فرقه بالضبط؟ أكو فرق عن هالمضمون؟ يا حبذا مكة من منزلي ويا حبذا الكعبة من مسجدي ويا حبذا اللائي يزاحمنا عند استلام الحجر الأسود. أكو فرق بينه وبين هذا اللي يتغزل بالنساء أيام الجاهلية؟ نفس الجاهلية. إذن الشجرة الملعونة في القرآن شافها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام، وصبح متألم ويقول له ترى هذه الرؤية تحقيقها هو فتنة للناس، غربلة للناس، امتحان للناس. ولا نبلونكم، مو الحديث يقول لتغربلن ولا تغربلن ولا تغربلن ولا تصوتن صوت القدر. ماكو جنة بلاش، كل الناس حلوة، جو بيه تبريد وأكل حلو نظيف ومنامات نظيفة وسيارة فارهة وكل الناس تصوم وتصلي. لكن إذا مر عليك الابتلاء شو تسوي؟ إذا ابتلاء يعني مرة تبتلى شلون تنجح؟ يعني هو هسه القضية اللي احنا بأجواءها إن شاء الله قلنا نتنقل بها بهالليالي المباركة إذا كتبت لنا الحياة. هذه الأجواء، هذا المكان والمقام العالي اللي حصل عليه يوسف بسبب ماذا؟ ابتلي ونجح، ابتلي ونجح، ابتلي فصبر وظلم فغفر. مو ظلموه اخوته لو مو ظلموه، غفر لو ما غفر. جايين النقاط احنا. هذه اسباب الارتقاء. يا اكو درج سلم باتجاه الله تبارك وتعالى، كل ما توصل لك درجه انت لازم تكبح جبن. شو تسوي؟ هذا ابن سيرين. ابن سيرين يقولون عنه كان رجل بزاز يبيع قماش. ابن سيرين هذا البزاز فرد يوم من الايام تعلقت به امراه من الزبائن اللي تشتري من عنده، فتعلقت به بشكل غريب، استدرجت الى ان وصلت الى بيتها في يوم من الايام. يعني شلون خلينا نقول نقرب الفكره انه افرض عامل مال بردات يسوي ستائر، مو تجيبه للبيت تاخذ قياس،
فاستدرجته للبيت. وانت تدري احنا اكو بعض عوائل يعني احيانا بعض العوائل من يطب هذا العامل، عامل الحديقة اللي يسوي الزرع، اللي يجيب غاز، اللي يجيب نفط، اكو ناس ما تلتزم بالحجاب وياه، ومن تسأله يقول لك هذا الهندي وهذا العامل وهذا جابت الهندي والعامل، مو رجال يعني، مو حرام مو شيء. فالمهم استدرجت ابن سيرين، طببته للبيت، قفلت الابواب عليه، قالت له ما عندي شغله وياك بس شغلتي الرذيل، انا من زمان مخطط لهذا الموقف. وين يروح ابن سيرين؟ يريد يحمي نفسه، ترى جهاد مو سهل. خاف واحد هسه قاعدين بالحسينيه وجعفر هسه يقول لك اذا ابتلى بيجي بليه، انا لا مو سهل ابدا. الشيخ الاردبيلي، مقدس الاردبيلي قدس سره الشريف، هذاك الرجل تذكرون اللي كان يطلع بالدلو بصلاه الليل يطلع جواهر له، يريد ماء يتوضا تطلع جواهر، فصاحب كرامات ضخمه. المقدس الاردبيلي سئل فرد يوم، قالوا له ايام في يتحدثون عن قصه يوسف، ليش الله طاه المقام؟ لانه حمى نفسه من زليخه. قالوا له شيخنا ما تقول لو ابتليت بامراه ذات جمال ودعتك لنفسها؟ شو كان رده؟ قال اللهم اعني على تلك الساعه. ما قال لهم انا بعد عبرت المسؤوليه، الامتحان ما ابتلى بي ولا ممكن، قال لا اللهم عاوني. ابن سيرين شو يسوي؟ قبل اجلكم الله كانت بالوعات بالبيوت، مو مجاري، القى نفسه بالبالوعه، بالوعه مياه ثقيله وقدر اجلكم الله، فطلع لوث بشكل، هي هم لطيفه ناسكه، تقززت من عنده، فتحت له الباب، حطت ايدها بظهره دفعته، قالت له اطلع من البيت، قالت له وتقلها هذا ما كنت ابغي، انا اروح اخذ حمام هسه اتنظف، لكن اذا توسخت الروح شي طهرها؟ فعلا اذا توسخت الروح ما تطهر، لكن هذا الثوب يطهر والبدن يطهر. يقول الله تبارك وتعالى من عليه، جازاه مكافأة دنيوية، أجرى على لسانه الحكمة، قام يعرف تأويل الرؤية، تأويل المنامات. فإذا ابتلاء، هذا الابتلاء اللي حصل استعدوا للبلاء يا آل يعقوب. شاف المنام يوسف، هسه قلنا منام مرة بشرى، وهذه بشرى تحققت، ومرة تكون لا من عمل الشيطان، ومرة تكون لا أضغاث أحلام كما يقال عنها. من شاف المنام وين توجه يوسف؟ اكو نقطة مهمة جدا للشباب. يوسف توجه لأبيه. هذا من يكون الإنسان الشباب أقرب شيء إلى أبوه، تدري عملية تربوية ناجحة. الآن إحنا بعض آباء عندنا افرض هو محترم، عائلة ملتزمة، ابنها مخوش ولد، لكن ما يعرف عن ابنه شيء، يعني هو بعلاقاته وبديوانياته يرد للبيت، إذا كان قاعد بالصالة يجي الولد وهو مستطرق يسلم يبوس أبوه على راسه، يصعد غرفته، من يصعد الغرفة يشبك مثلا وي مكان بالانترنت، إما خير أو شر، الحالتين موجودة يعني، لكن قعدوا بيناتهم وسولفوا، وواحد طرح للثاني مشكلة حتى تصير أكو دالة بين الأب والابن. العلاقات الآن مو ديش العلاقات يعني بحيث تشعر الابن مشكلته وهمه وين يفرغ الآن، يم صديقه يحاول يتصل بصديقه يقول له تعال أنا عندي شغلة، عندي سالفة بدي أحكي لك، بالمفروض وين تكون؟ يم الأب. الأب هو الصديق. ولذلك إحنا بعض آبائنا دائما يقول لك أنا يابا بلكي بتحكي لنا على بر الوالدين، شو هالايام الأبناء مو بالمستوى مو كذا. يا أخي ترى إحنا مشكلتنا دائما المنظومة الكونية متركبة كلها على عطاء، المنظومة الكونية كلها تعطي، بس البشر يريد ياخذ ما يدي. من تسأله للأب يريد بر، بس قل له أنت أديت واجب الأبناء؟ مو عليك واجبات لو ما عليك؟ هذه الواجبات إذا وفرتها راح تحصل ولد بار، بحيث حتى يجي يسرك بأدق الأشياء، بأدق التفاصيل يسولف لك. لكن إذا ما وفرت له شروط الأبوة، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر
واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. مو لقمان يجي يسولف ويا ابنه، يقعد ويا ابنه ويعطي درس ويعطي توجيه ويرسم له الخطوط العامة للحياة ويعلمه من تجربته. الأكبر منك بيوم، ما أدري شو يقول، شيء أخبر منك أو أعلم منك بسنة. يعني أنت أب وعمرك بالخمسين ستين، وهذا شباب عمره 16 17، ممكن منزلق من منزلقات الحياة يظل يغرد خارج السرب، لكن إذا أعطيته من تجربتك ومن الركام اللي عندك أكيد راح يطلع بطريقك، والولد على سر أبيه، فيتحول الولد إلى جانبك وكأنه صديق وياك. وهذا فعلا ما حصل ليعقوب لما وصل الحال بيوسف الصديق أن يشوف هذا المنام. رأسا إجا المن طرح الفكرة يم أبوه، وأكيد نصيحة الأب ستكون في محلها، قد تكون أكثر من نصيحة الصديق اللي هو أكيد مناسب إلى بعمره ومو بالمستوى المطلوب من النضج حتى يوجه التوجيه السليم. ولهذا من إجا للأب قال له اكتم رؤياك على أخوتك، لا تسولف. هاي مهمة الوصية. ليش لا تسولف؟ هذا المنام ببشرى، هذا المنام بمستقبل، لأن يعقوب نبي، النبي عنده حكمة ويعرف بتأويل الأحلام والمنامات. فقال له هذا المنام هو الإنسان المشكلة أكو حسد بداخله، فأنت ممكن أن تتعرض لحسد من أخوتك، لا تقصص رؤياك على أخوتك. شنو النتيجة؟ فيكيدوا. احتمال تتعرض للكيد. ليش؟ لأن أنت إذا سولفت لهم وعرفوا أن مستقبلك سيضيع، هم كل همهم أن يغيبوك من الوجود، أنه بيصير مستقبلك الشكل، ممكن أن تحصل نتيجة أخرى. فالوصى بما بالكتمان. هسه أكو نقطتين هنا: اقضوا حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. شو آية قرآنية تقول وأما بنعمة ربك فحدث. شو كل وحدة إلى مضمونها. وأما بنعمة ربك فحدث. أكو إنسان أحيانا من يصير بضائقة بمشكلة ينسى النعم الإلهية الأخرى. هل أضرب لك مثلا افرض جعفر هذا خادمكم اللي أمامكم صعد منبر بال73 قرأ، بال73 طفل صغير بعمر مدرسة 16 17 سنة، مقدمة وبعدين وقرينا من 73 لليوم عبرنا 40، يعني طبينا بالعقد الخامس من خدمة المنبر. لو باكر جعفر على المنبر لسانه يزل بكلمة، هو مو معصوم، من كثر كلامه كثر، مو وقع حال، يعني ماكو واحد ينزل نفسه من الخطأ. لو تتصور جعفر باكر زل لسانه بكلمة، تعال شوف الفيسبوك شلون يحرق. ينسون هذن 40 50 سنة. يا بدني ما يغفرن، شو القضية؟ شو جاكم؟ خفت اشتبه يعني، عاونوه. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول إذا رأيت بعينك وسمعت بأذنك وسألت أخاك فأنكر فكذب سمعك وبصرك وصدق أخاك. ست خابرة ويا هاي اللي قلتها شنو معناها؟ شنو مضمونها؟ راح يقول لك 1 2 3 مثل الإمام الصادق. هاي رسالة أهل البيت: فكذب سمعك وبصرك وصدق أخاك. شو تشوف ذني 40 سنة يشتغلن باكر إذا جعفر تطلع منه حكاية يمنى يسرى؟ قد ما يقصد بها سوء، بس اكو ناس تلعب بالنار يريد يفسرها بالتفسير المناسب. حتى اكو ناس ترى مكيفة على الفتن، اكو ناس تحب الفتن، تحب الفيسبوك محترق شتايم وسباب وتويتر وغيره وهيك منه وذاك قال حبه يعني يوم الماكو طلابه يظل صافن. يعني شلون هذا؟ يقول لك واحد تلقى له واحد بالطريق قال له ماكو وراك طلابه شيء، شو اليوم ماكو شيء صفنا. اكو ناس هالشكل. فإذا هذا شاهد حديثي أنك أنت مرة وأما بنعمة ربك فحدث. أفرض أنا صارت عندي مشكلة بعيوني، ترى أنا من صارت عندي مشكلة بعيوني صار الشك بالله، الله منتقم مني، ما مطيني نظر وما أخذنا. يا بجات نسيت النعم الباقية اللي تنعم بها من الله؟
وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. بمجرد يصير عندك نقص في مجال معين، والنقص أكيد لحكمة، لأن أنا مطمئن أن الله مو بخيل، لكن أكو حكمة. مو ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. أكو حكمة، أكو تربية. يجوز الله يحتاج أن يربيني، مصلحة إلي. يعقوب سلام الله يعني رواية تقول وداه إبراهيم بشغلة. ترى إبراهيم عمر كثير، يعني عمره 112 سنة من جاء إسماعيل من صار عند إبراهيم عمر إبراهيم 112، هكذا تقول روايات تقول. فأرسله إبراهيم بعمل معين. من راح استقبل ذاك الرجل قال له مرحبا بك خليل الرحمن. قال له لا، أنا مو خليل الرحمن، أنا حفيد الخليل، أنا رجال يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. قال له ما أنا شفتك شوي زايد يعني شيب وشي عبال إبراهيم تعبان يعني. قال عجل علي الشيب بسبب ظروفي صعبة، الدنيا يعني مو هالشيء. أوحى له الله تبارك وتعالى يعقوب أتشكوني لخلقي؟ يعني أنا مو زين وتشكو، يعني من تقول ظروفي مو زين يعني أنا مو زين وياك. فباب وأما بنعمة ربك فحدث. أولا هذه وحدة من النقاط، أنك إذا الله ابتلاك بوحدة احسب النعم الباقية اللي عندك اللي أنت ما تدري بين شنو. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هاي نقطة. النقطة الثانية بنعمة ربك فحدث. إذا الله منعم عليك لا تظهر بالمظهر، يعني تطلع مبهذل وشيء على اعتبار حتى الناس يقولون عنك ما عندك. لا، خلي لسان النعمة ينطق. الإمام الحسين سلام الله عليه يوم عاشوراء طلب ثوب، قالها زينب أنا ذولا ترى ما يكتفون يعني بقتل، مو يعرف خسة على العدو، ما يكتفون بقتل، هذولا ممكن يسلبوني، وأنا ما أريد أبقى عريان بالساحة، أنا أريد ثوب لا يطمع به أحد، جيبي أستر نفسي به. راحت الحوراء زينب سلام الله عليها جابت ثوب من تبان. ثوب التبان يعني شتس ما أدري شو اسمه، الثوب اللي الآن ما نلبسه يعني أفرق مو من المقبول. التفت إلي الحسين قالها زينب أنا ابن أبيك، هذا لباس من ضربت عليه الذلة، مو أنا ألبس هذا، جيبي لي ثوب أرقى منه بس أنا أخربه. جابت له ثوب من خز هو مزقه حتى لا يطمع به أحد. يعني قصدي وين؟ وأما بنعمة ربك، قال ما يناسبني ألبس هذا اللباس، وفعلا مزقه ولبس الحسين. لكن الروايات كلها تقول أن الحسين كان عريان في الساحة. ليش؟ الرواية تقول حتى هذا الثوب سلب، وأنا أعتقد يسلب، لأن هم دولة طمع المادة، ترى مو املأ ركابي فضة أو ذهبا. لكن تتصور ثوب لابس الحسين بيش ينباع؟ أنت مو تتوقع قيمته المادية، لكن قيمته المعنوية أن الحسين مرتدي، ايش قد راح يبيعه هذا؟ لا والله اكو واحد آخر يقول لا ما سلب هذا الثوب لأنه لا يطمع به أحد، ولكن طحنته الخيل بسنابكها. عندما نادى عمر بن سعد نادى قال يا خيل الله اركبي ودوسي صدر الحسين وظهره، داست عليه الخيل بسنابكها فطحنت أضلاعه وطحنت معها حتى الثوب، وبقي الحسين سلام الله عليه عريان في الساحة مكبوب على وجهه، جثة بلا رأس 3 أيام. 3 أيام ما صارت فكرة مثلها وحدة، لكن اكو واحد يخرجها تخريج لطيف يقول له ما إن بقيت من الهوان على الثرى، انت مو سهل على الله، ملقا 3 في ربا ووهادي، لكن لكي تقضي عليك صلاتها ملائكة السماء في 7 شداد. يلا تلحق ملائكة السماء تصلي عليك أبا عبد الله. في اليوم الثالث بني أسد يفترون بالساحة، وإذا بفارس ينبع بهم بينهم كعين ماء. قال ما تصنعون هنا؟ قالوا جئنا ندفن هذه الجثث الطواهر الزواكي، ولكنها جثث لوحتها حرارة الشمس، سفت عليها الذاريات، وما نعرف هذه الجثة لمن وهذه لمن. قال إذا هكذا احفروا هنا حفرة لأبي الحسين،
يقولون أتممنا الحفرة، أردنا أن نعين، قال لا إن معي من يعينني. أدرج أباه بحصير وأنزله إلى لحده. تدري المأساة اللي واجهت الإمام السجاد؟ عادة تدرون الدفان واقفين يمكن يم دفن الأموات، الدفان ينزل مع الميت يفتح الكفن ويظهر الخد الأيمن يضعه على التراب. الإمام علي بن الحسين دفن أباه جثة بلا رأس، قبل منحره الشريف، يقول له أبا يا أبا أما الدنيا بعدك مظلمة، وأما الآخرة بنور وجهك مشرقة، وإذا بالصوت من نحر الحسين بني علي والسد رضيعي إلى جنبي، وسد رضيعه إلى جنبه، أهال عليه التراب، احتفر لعلي الأكبر عند رجلي الحسين، أفرد لحبيب ابن مظاهر قبلة الحسين، وجمع الشهداء من الهاشميين وغيرهم بحفرة واحدة، ثم التفت لبني أسد متوجها إلى العلقمي إلى المشرع محدودة بالظهر مناديا وعماه وعباسا. وصل لأبي الفضل العباس، صنع معه كما صنع مع الحسين، ثم ودع بني أسد ورجع. بس وين رجع إلى خربة الكوفة حيث تقطن زينب وأخواتها. دخل إلى الخربة ينفض الغبار عن رأسه وعمامته، استقبلته الحوراء زينب: أين كنت يا ابن أخي؟ قال: عما الآن فرغت من دفن أبي. قل بلسان الحال: أنا اللي فجع البالي وصرت مفجوع، أنا اللي فجع البالي وصرت مفجوعة، وأنا اللي شفت شفي للعباس مقطوع، وانا شفت اخوي حسين حين الرضا وضلوع، انا اللي شفت ناري لكن نار اشد من نار الحرقة خيمي، ونار احرقت باب الدار، وانا اللي شفت ضلعين واحد صوب المسمار، واحد كربلة خبرة شلون الخيل داسنا. قالت عم علي: هل مررت على العلقمي؟ لا زال انت في كربلاء، اكيد ما نسيت بطل العلقمي، بطل المعسكر، بطل المشرعة. قال: بلى عم، ان اخر عهد بعمي العباس. تقول له: انا رايح العباس اجعده وركب جفوفه فوق زنده، وقل الحرم طاحت بشده، يا اخويا حملي وقع يا هو يسلم، يا قلب زينب كم قاسيت من محن. يا الله، اللهم نسألك بجلال وجهك الكريم ونتوسل إليك بالحسين الوجيه، فرج عنا يا الله، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات. اللهم اشفي كل مريض، اقضي دين كل مدين، فرج عن كل مكروب. لا تفرق هذا الجمع المبارك إلا بذنب مغفور وعيب مستور وحوائج مقضية. المؤسسون تقبل اللهم عملهم بأحسن قبولك، وإلى أماتهم وأمات الحاضرين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.